الراجل الغلبان ده اتجوز بنت غنية، ومن ساعتها حياته اتغيرت تماما وبقى عايش عيشة المرفهين. بس أهله ما كانوش مبسوطين خالص لأنهم ما شافوش ابنهم بقالهم زمن وكانوا مشتاقين له جدا. وفي يوم قرروا يروحوا له من غير ما يبلغوه. أول ما دخلوا البيت الأب الكبير تنهد وقال: آخر مرة جينا هنا كانت يوم فرح ابننا. الأم راحت على طول على التلاجة عايزة تشوف ابنها عايش ازاي، وابنها ووسيك نادى على أبوه وقال له: تعالى يا بابا جرب الكرسي ده مريح جدا. ضحكوا وقعدوا يتكلموا وما حسوش بالفرحة دي بقالهم كتير. لكن فجأة مرات وسيك دخلت البيت. الأب والأم قاموا بسرعة يستقبلوها وهي ردت بهدوء ووشها فيه توتر كده. بصت لجوزها كأنها بتقول له: ليه ما قلتليش إن أهلك جايين؟ الأم حاولت تتكلم بطريقة لطيفة وقالت: أنت بتشتري حاجات غالية قوي يا بنتي، كده المصاريف هتزيد عليكم. لكن مرات ابنها ردت وقالت بثقة: المهم جودة الحياة، وبعدين عيلتي معاها فلوس، ما تقلقيش. الكلام بينهم بدأ يسخن وكل واحدة متمسكة برأيها. مراته قالت بعد شوية: اتأخر الوقت، خليني أحجز لكم أوتيل ترتاحوا فيه. وطبعا دي كانت طريقة مهذبة لطردهم. الأب والأم اتضايقوا جدا ووشهم بقى كله حزن. ووسيك طلع وراها غاضب وخطف منها الموبايل وقال لها: ازاي تتكلمي كده مع أهلي؟ ردت عليه بعصبية: ازاي يجوا من غير ما يبلغونا؟ ده عدم احترام، وبعدين أنا ما بحبش غرباء يباتوا في بيتي. قال لها: مش مصدق، غرباء؟ دول أبويا وأمي. في اللحظة دي سمع صوت أبوه وهو بيقول: ما كانش المفروض نيجي، احنا غلطنا، هنروح نقعد عند أختك. وخرجوا وهما مكسورين. ووسيك وقف حيران ودموعه على وجهه. أهلي جم يشوفوني وفي الآخر اترموا بره بيتي. بص لمراته وقال: ليه كل مرة أهلك يتصلوا لازم أسيب شغلي وأجري؟ قالت له بغضب: احنا اتفقنا على كده قبل الجواز، مش عاجبك؟ رجع العربية والبيت اللي بابا جابهم لك، وساعتها ابقى راجل واعتمد على نفسك. وسابت البيت وخلعت الباب وراه. ركبت عربيتها وهي مولعة من الغضب. ده كمان صوت عليا. أما هو فقعد بعدها في البيت كئيب، لا الألعاب مسلياه ولا أي حاجة طعمها حلو.